حلقة النهائي من برنامج The Voice. هالموسم ما كانت مثل كل مرة، ما شفنا بث مباشر وما شفنا إعلان فوز لايف قدام الجمهور. والأغرب إنه كل مشترك صور مشهد فوزه مسبقاً. طيب ليش صار هيك؟ وهل النتيجة كانت معروفة من قبل؟ خلونا نحكي القصة كاملة. شو يلي صار بالضبط؟ بآخر حلقة من The Voice لاحظ كتير من المتابعين إنه الحلقة النهائية كانت مسجلة، مو بث مباشر مثل المواسم السابقة. وهالموضوع فتح باب كبير من التساؤلات، خصوصاً إنه الجمهور متعود إنه النهائي يكون لايف والتصويت يصير بنفس اللحظة والفائز يعلن مباشرة قدام الكل. التوضيح الرسمي من رحمة رياض. بعد الجدل الكبير، الفنانة رحمة رياض نزلت توضيح عبر حسابها على إنستغرام وشرحت فيه إنه كل مشترك من المشتركين الأربعة تم تصوير مشهد فوزه مسبقاً وكأنه هو الرابح، وبالنتيجة النهائية بيتم عرض المشهد الخاص بالمشترك يلي بيحصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور. يعني باختصار، النتيجة مو محددة مسبقاً والفائز بيتحدد حسب تصويت الجمهور، بس طريقة التصوير كانت مختلفة عن المعتاد. ليش لجأ البرنامج لهالطريقة؟ تحليل الأسباب. حسب المعطيات المتداولة والتوضيحات الرسمية، في أكثر من سبب خلى إدارة البرنامج تعتمد التصوير المسبق بالنهائي. ظروف تنظيمية وتقنية متعلقة بالإنتاج، ضغط كبير بالتحضيرات وصعوبة تنفيذ بث مباشر، تنظيم عملية التصويت وضمان احتسابها بدقة. سبب مهم جدا، الفنانين المدربين بها الموسم رحمة الرياض، ناصيف زيتون وأحمد سعد كان عندهم ارتباطات والتزامات فنية مسبقة، مثل حفلات، سفر ومواعيد فنية خارج البرنامج. وهالالتزامات خلت خيار التصوير المسبق يكون الحل الأنسب لضمان وجود جميع المدربين بالحلقة النهائية بدل غياب أحدهم أو تأجيل النهائي. ردود فعل الجمهور. الجمهور انقسم لرأيين، فريق شاف إنه الأهم هو نزاهة التصويت وما عنده مشكلة إذا الحلقة كانت مسجلة، وفريق تاني حس إنه النهائي فقد عنصر الحماس وقال إنه إحساس الفوز لايف والتفاعل المباشر جزء أساسي من متعة البرنامج. هل تأثرت مصداقية The Voice؟ رسمياً وبحسب التوضيح، التصويت كان حقيقي والنتيجة بيد الجمهور. برأيكم هل المهم هو النتيجة فقط؟ ولا النهائي لازم يكون لايف مهما كانت الظروف؟ اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة.